تعالى أقولك النهاردة أي أم مصرية أصيلة أول ما بتعرف إن هم خارجين بتعمل إيه؟ يعني ده سؤال الأول قبل ما نقول الوصفة. بتعمل كيك، صح كده؟ ولادي مش مقتنعين بكده. قولولي بس انتوا زي حالاتي ولا لا؟ اول ما بنقول هنخرج فاقول لهم طب استنوا هعمل لكم صينيه كيك على بال ما تلبسوا. ولادي معتبرين ان انا الوحيده اللي بعمل كده. المهم تعالوا نخش في الكيك. انا حطيت هنا 8 بيضات، معلقه فانيليا سايله كبيره، وكوبايتين سكر. المقادير دي مقادير صينيه كبيره، ورشه ملح طبعا. المقادير دي بتعمل القالب الكبير اللي هو مقاس 30 في 40، يعني كانهم صينيتين. يعني انت لو هتعملي صينيه واحده قسمي كل حاجه بالنص. 4 بيضات، كوبايه سكر واحده، شويه فانيليا ورشه ملح. ضربت البيض كويس كده مع السكر. هحط عليهم كوبايه سمنه، تقدري تستبدليها بكوبايه زيت اللي تحبيه، او ممكن تعملي خليط بين الزيت والسمنه. المهم قلبنا حلو كده لغايه برضو ما السمنه اتقلبت مع الخليط بتاع البيض. هنحط 5 كوبايات دقيق، يعني كل صينيه هتحط لها كوبايتين ونص دقيق لو هتعملي صينيه واحده. لو هتعملي الكبيره زي حالاتي اللي انا عاملاها بقى النهارده هتحطي 5 كوبايات دقيق. هتحطي ظرفين كمان بيكنج باودر لان دول صينيتين، ظرفين بس كده. انا هنا كنت نسيت اللبن بصراحه، بيتحط في الاول قبل الدقيق. حطيت كوبايتين كده على جنب اهو، كوبايتين لبن. يبقى كوبايتين سكر، كوبايتين لبن، 8 بيضات، معلقه فانيليا، رشه ملح، 5 كوبايات دقيق، 2 باكو بيكنج باودر، وكوبايه سمنه او زيت او خليط اللي تحبيه بس. وقلبي بقى الخليط ده حلو كده لحد ما الدقيق يختفي، وفي ثواني تبقي عملت صينيه كيك. انا بستسهله جدا، يعني انا بعتبر اني اللي نفسها تعمل اي حاجة تفطر الولاد، تعشي الولاد، عايزين وهم بيذاكروا، عايزين ياخدوا حاجة في اللانش بوكس، عايزين خارجين هياخدوا معاهم النادي، مش عارف ايه، اسهل حاجة هي تعمليها صينية الكيك وتحطيها في الفرن وتطلعي تلبسي. المهم قلت اعمل الكيكه فيها كده ايه، شويه كاكاو. سبت بس ربع الخليط او اقل منه، ما صبتهوش بقى في القالب، وحطيت عليه معلقتين كاكاو وشويه لبن صغيرين، لان الكاكاو ده كانه دقيق يعني فهيتقل الخليط. هنحط شويه لبن برضو صغيرين، حوالي 3 4 معالق لبن. ونبتدي بقى نعمل خطوط كده فوق الصينيه. تطلع بقى ايه وانتي مقطعه القطعه فيها ابيض وشوكولاته، يعني كاكاو وفانيليا. يعني بصوا احيانا كمان بميل الصينيه شويه على جنب واخلي نصها بالطول كده فانيليا والنص التاني شوكولاته، اللي بيحب الشوكولاته اكتر، اللي بيحب الفانيليا اكتر. وفي نفس الوقت القطعه اللي في النص هتبقى ايه، خليط، هتبقى يعني شوكولاته على فانيليا. سهله جدا. القالب ده مقاس 30 في 40. نكون مسخنين الفرن من قبل ما ندخل صينيه الكيك، وبندخلها على الرف اللي في النص. بتاخد حوالي نص ساعه و5 دقايق، المقاس الكبير ده 35 دقيقه. بنختبرها من النص بخله كده قبل ما بنخرجها. بنشغل النار من تحت بس، وبنشغلش الشوايه عليها خالص. هي بتاخد لون بمجرد ما بتستوي. بعد ال 35 دقيقه طلعتها، بقطعها معاكم وهي لسه سخنه اصلا، عشان يا دوب فعلا كنت هطلع البس. هقول لك شويه حاجات لو الكيك اصلا بيبوظ معاكي عشان تتفاديها. لو هي بتاخد لون بسرعه من بره وتبقى من جوه لسه نيه ومعجنه، معنى كده ان الفرن عندك حامي، فما تظبطوهوش على 180، لا خليه على اقل، كمان خليه على 160. معنى انها اخدت لون من بره ومن جوه عجين، انه لازم توطي درجه الحراره. لو الوش من فوق بيطلع ملزق معاكي كده ولما ايديكي تلمسه يطلع في ايدك، يبقى انت كده مزوده نسبه السكر. هي الصينيه كفايه عليها كوبايه سكر واحده، يعني المقدار كفايه سكر كوبايه واحده. لو بتطلع لونها غامق معاكي يبقى ما تزوديش بيكنج باودر، او غيري نوع البيكنج باودر، غيريه لو انت بتحطي ظرف واحد. ولو بتكتري بتقولي عشان تنفش اكتر وتطلع هشه والكلام ده، لا، كل ما بنزود البيكنج باودر بتطلع اغمق. فما تزوديش البيكنج باودر. هو ظرف واحد بس على المقدار اللي هو صينيه، اللي هي 4 بيضات و2.5 دقيق وكوبايه سكر وكوبايه لبن ونص كوبايه زيت او سمنه. بس كده، وربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احلى من كده كمان يا رب.